السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم النهاردة إزاي تحول شيت البصمة لشيت ذكي بيحسب كل حاجة لوحده من أول الحضور والانصراف لحد المرتب النهائي. كمان هنستخدم معادلات قوية زي إكس لوك أب، إف وإف أند وإف إيرور وتايم، وكمان هنعمل conditional formatting للكولومز، وكمان هنتعلم إزاي أقدر أتفادى الأخطاء وأحسب عدد الساعات وهنتعامل إزاي مع التايم. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة أنا دلوقتي عندي شيت فيه ثبات بأسامي الموظفين وعاوز الشيت ده يتربط أوتوماتيك بشيت البصمة اللي هو ده. شيت البصمة اللي عندي عبارة عن اسم الموظف والكود بتاعه والتاريخ والتايم ان الحضور والتايم اوت الانصراف. هنعملها ازاي؟ اول حاجه التايم ان، انا عاوز اوتوماتيك الشيت ده اول ما يحصل ابديت في الشيت التاني تسمع هنا على طول وتحسب لي جه امتى ومشي امتى وعدد ساعات العمل بتاعته، وكمان يحسب التاخيرات ويحسب الاوفر تايم اوتوماتيك، يحسب ده في كل التابات. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه في التايم ان عندنا دلوقتي هنستخدم معادله اكس لوك اب. ليه استخدمت اكس لوك اب؟ علشان انا هحط متغيرين اسم الموظف أو كوده والتاريخ. فلو عملنا هنا يساوي x lookup، أول حاجة هو عاوز اللوك اب فاليو، فأنا هعمل حيلة على الإكسل إن أنا هحط اللوك اب فاليو بتاعنا بواحد. بعد كده هنعمل كوما، بيقول لي اللوك اب array، فهعمل كنترول تاب من الكيبورد علشان أروح للتيبل بتاعنا ده. هختار العمود بتاع الامبلوي نيم وهعمل يساوي، وبعد كده كنترول تاب أرجع للامبلوي نيم بتاعنا. هختار من هنا الخلية اللي هي فيها اسم الموظف أو كود الموظف. طبعا لو كنت عاوز أثبته بالكود كنا هنختار من هناك العمود بتاع الكود. بعد كده هقفل القوس، أكون متأكد إن أنا حاططهم بين قوسين. اللي أنا عملته ده اللي هو العمود من شيت البصمة اللي هو بتاع الأسامي، ونعمله يساوي الخلية اللي فيها employee name وأقفل القوس. وبعد كده هعمل فيه وافتح قوس تاني وأرجع للشيت بتاع البصمة بكنترول تاب وهختار الديت. عمود الديت كده لما الاقي السهم ده طالع هضغط عليه بيختار لي عمود الديت، وارجع للشيت بتاعنا تاني بكنترول تاب من الكيبورد واعمل يساوي واختار الخلية بتاعة الديت هنا اللي هي 1 جونيوري دي، وبعد كده اقفل القوس واعمل كوما. دلوقتي هيطلب مني ان انا ادخله انهي عمود اللي يختار منه القيمة، فهرجع بكنترول تاب للشيت بتاع البصمة وهاخد التايم ان احدده بحيث ان هو لما يلاقي الاسم هنا والتاريخ ياخد من نفس الصف القيمة بتاعة الحضور بتاعه، واقفل القوس واضغط انتر. هنلاقيه طلع لي اي حضور لإسراء. نلاحظ هنا ان هو من اول 8 جنوري جاب لي ان في ايرور. لو رجعنا للشيت بتاع البصمة هنلاقي ان احنا البصمة لحد يوم 7 لسه ما جاش الايام التالية. هنعمل ايه؟ هندخل معادلة اف ايرور معانا، فهنيجي بعد يساوي هنا وهنكتب اف ايرور، وهاجي عند الآخر هعمل كوما وهنكتب أي قيمة أنا عاوز تظهر معايا في حالة إن هو لقى إن في ايرور. فأنا دلوقتي حابب إن أنا أخليها فاضية من طريق إن أنا بعمل علامتين التنصيص كده مرتين وبقفل القوس وبضغط انتر. هنلاقي إن هو جاب لي التايم إن، ولو ما لقاش حاجة بيحطها فاضية. نفس اللي أنا عملته دلوقتي هعمله مع التايم أوت، مع اختلاف إن أنا هغير العمود بتاع التايم إن من الشيت بتاع البصمة وهخليها تايم أوت. فأقدر آخد المعادلة دي كنترول سي واروح في التايم اوت اعمل كنترول في واجي هنا على البصمه من اول فينجر برينت، اسم الشيت اهو فينجر برينت وتايم ان، ده هفضل محدده كده واعمل ديليت واروح في الشيت التاني كنترول تاب واحدد العمود بتاع التايم اوت واضغط انتر. هنلاقيه طبق نفس الكلام على الحضور والانصراف. خلينا نغير هنا اوتوماتيك كده الحضور بتاع مثلا إسراء في اليوم، هنا نخليه مثلا 8:30، ونخلي مثلا الانصراف بتاعها هنا الساعة 4:30 أو 29. ولو رحنا هناك
هنلاقي إن هنا فعلا سمعت 8.5 وهنا 4.29 كده أوتوماتيك. هيتطبق معايا أي تغيير في شيت البصمة هيتطبق هنا، وأي يوم هيتحط. يعني إحنا لو رحنا جربنا دلوقتي، إحنا واقف عند 7 جونيوري، لو رحنا هناك حطينا يوم 8 مثلا لإسراء، خلينا ناخد من دي كوبي وهنحطها هنا، ولكن هنغير التاريخ وهنخليه 8 بدل ما هو 7، ونخليها مثلا جت اليوم ده الساعة 8 ماشي، ومشيت مشيت الساعة 7. لو رحنا هناك هنلاقي يوم 8 سمع معانا إن هي جت الساعة 8 ومشيت الساعة 7. بعد كده أنا عايز أحسب توتال أورز بتاعته أو عدد الساعات الكلية اللي هو قاعد فيها في اليوم ده، فهنقول هيساوي، هنخصم التايم أوت ناقص التايم إن واضغط انتر. هنلاحظ ان هو جاب لي عدد الساعات فعلا الفعليه بتاعت كل يوم، ولكن هو هنا اول ما لقى ان الخلايا فاضيه بدا يظهر لي ان في ايرور، وليكن موظف نسي البصمه وهو خارج او هو داخل الصبح مثلا كده، هنلاقي ان في ايرور حاصل معايا او ان في قيمه غريبه بدات تظهر معايا. في الحاله دي احلها ازاي؟ هنحط له اكتر من شرط. اول حاجه انا عاوز اقول له ان هو لو لقى البصمتين موجودين تمام يبدا يطبق الخطوات، لو لقى بصمه بس موجودة والتانية مش موجودة يبدأ يديني بليز تشيك أو من فضلك تأكد، نرجع للورقيات لو هو مثلا عامل إذن إن هو نسي البصمة في اليوم ده. وفي حالة إن هو ملقاش بصمة لا في الدخول ولا في الخروج يسيب الخلية فاضية. نعملها إزاي؟ هنيجي هنا هنعمل الأول if، وهستخدم and، دالة and مع if، يعني هقول له شرطين مثلا دلوقتي لازم يبقوا موجودين. ايه الشرطين اللي انا عاوزهم يبقوا موجودين؟ ان التايم ان والتايم اوت الاتنين يبقوا موجودين عشان تبدا تطبق معايا الحاجه دي. هعملها ازاي؟ هحدد الخليه بتاعه التايم ان وهعمل ان الخليه دي يبقى فيها قيمه. اعملها ازاي كده؟ هعمل علامه الاصغر من والاكبر من، معناها كده ان هي لا تساوي، وبعد كده هحط علامتين التنصيص معناها ان انا بقول له الخليه دي ما تبقاش فاضيه، كوما الخليه التايم اوت برضو ما تبقاش فاضيه، برضو اصغر واكبر، وعلامتين التنصيص كده. انا قلت له ان انا اول شرط انا حطيته له ان انا عاوز الحضور والانصراف الاتنين مع بعض ما يبقوش فاضيين، هعمل كوما. في حاله ان هم لقاهم مش فاضيين هيطبق المعادله دي. طيب في حاله بقى ان هو لقاهم الاتنين مع بعض مش فاضيين هديله معادله اف تانية، كوما اف، بس المره دي هستخدم معادله اور. يعني لو لقى واحد من الاتنين فاضي ساعتها هيقول لي بليز تشيك، ولو لقى إن هو الاتنين فاضيين ساعتها هيديني خلية فاضية. هنعملها إزاي؟ هنقول إن الخلية دي لا تساوي، علامتين التنصيص معناها إن هي مش فاضية، كوما الخلية دي برضو علامة الأصغر والأكبر فاضية. في الحالة دي هيعمل إيه؟ هنقفل القوس، كوما، هنقول له بليز تشيك مثلا، نخلي بالنا بنحطها ما بين علامتين تنصيص علشان أنا بديله جملة يكتبها، بليز تشيك، واقفل علامتين التنصيص، وبعد كده اعمل كوما. في حاله ان هو بقى ما لقاش كده خالص هيعمل ايه؟ هيديني خليه فاضيه، واقفل القوس واضغط انتر. هنلاقيه هنا مثلا ما كانش في التايم اوت اداني بليز تشيك. طيب لو جينا هنا دلتنا تايم ان هنلاقيه برضو طلع لي بليز تشيك. ممكن اعمل في الحاله دي كونديشنال فورماتنج بحيث ان هو لو لقى بليز تشيك في الحاله دي يديني لون للخليه بحيث ان انا اول ما ابص على الشيت على طول ابقى عارف ان هو نسي البصمه هنا. فلو خدنا بليز تشيك دي كنترول سي وجيت حددت هنا على العمود ايه ده، وعملنا من conditional formatting highlight cells rules، وبعد كده هنعمل equal to، وهختار هنا control V بتاعت please check واضغط اوكي. هنلاقيه عمل معايا دلوقتي اول ما يظهر please check على طول هيعمل نفس الطريقة دي. خلينا نرجع تاني الساين in والساين out. هنحسب مع بعض دلوقتي المورنينج ديلي، يعني
التأخير بتاعه لو هو جاي بعد 8 أو 8 وربع أو 8 ونص وهكذا. دلوقتي القاعدة عندنا في الشركة إن أنا بديلك سماحية لحد 8 وربع، ما بخصمش عليك حاجة. من 8 وربع ل 8 ونص بخصم عليك ربع يوم، ومن 8 ونص ل 9 بخصم نص يوم، وأكبر من 9 هخصم اليوم كله. فخلينا نشوف هنعملها إزاي. أول حاجة زي ما اتفقنا لو هحط مجموعة من الشروط هستخدم if. هنعمل if. مبدئيا أنا ممكن يلاقي هنا الحضور خلية فاضية، في حالة إن هو لقاها فاضية خلاص هو هيديني برضو إن الخلية فاضية. فهنقول لو التايم in equal، واتفقنا إن فاضية دي معناها علامتين تنصيص كده، كوما هيديني الخلية فاضية. بعد كده هعمل كوما، هبدأ أحط له بقى الشروط لو هو ما لقاهاش فاضية. فهدخل له if تانية، هنستخدم nested if اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. فهكتب if. إيه بقى اللوجيكال تيست بتاعنا؟ إيه الحاجة اللي أنا عاوزة أقولها له؟ لو لقى دي أصغر من أو تساوي 8 وربع، علشان الإكسل يفهم إن أنا هدخله دلوقتي تايم بستخدم معادلة تايم. هكتب تايم واختارها بتاب. أول حاجة هدخله الساعة، أنا عاوز 8. بعد كده هعمل كوما كام دقيقة، فهنقول له 15 دقيقة كوما كام ثانية، هقول له بزيرو. فهو لو لقى إن التايم إن بتاعنا ده أقل من أو يساوي 8 وربع، فهو لو لقى الحضور بتاعه أقل من 8 وربع في الحالة دي هيعمل إيه؟ هنعمل كوما، هيقول زيرو ديدكشن، مفيش خصومات، كوما. هنستخدم if تاني وهنحط اللوجيكال تيست بتاعنا لو التايم إن أصغر من أو يساوي، تاني قاعدة عندنا إيه؟ 8 ونص. نفس الكلام هنعمل تايم وهحط الساعة 8 كوما ونص اللي هي 30 دقيقة كوما 0 ثانية. هيعمل إيه بقى في حالة إن هو لو لقاه جاي من 8 وربع ل 8 ونص؟ هنقول إن هو هنخصم عليه ربع يوم. طيب أنا عندي مديني الساعة بتاعته ب 200 جنيه، هضرب ال 200 في 8، أنا عدد ساعاتي اليومية 8، وهضرب فيه تاني ربع يوم الخصم، يبقى أنا كده طبقت عليه خصم الربع اليوم. كوما هستخدم إف تاني، هحط الشرط بعد كده لو لقى الحضور بتاعه أقل من أو يساوي 9، برضو هستخدم معادلة تايم 9 كوما 0 كوما 0 وأقفل القوس. طيب لو لقاه بقى جاي أقل من أو يساوي 9 هيعمل فيه إيه؟ هيطبق عليه نص يوم. بنفس الطريقة هجيب الساعة بتاعته بكام وهضربها في 8 ساعات اليومية وهضرب فيه النص يوم، وبعد كده هعمل كوما. هندخل بقى لو ما لقاش كده يبقى هو جاي بعد 9، ما أنا حطيت له شرط إن هو لو لقى الخلية فاضية ولو لقاها من 8 لحد 8 وربع أو أصغر من 8 وربع، ولو لقاها أصغر من 8 ونص، ولو لقاها 9، غير كده هيخصم اليوم كامل. فهنقول اليومية بتاعته دي هضربها في 8 ساعات. بعد ما قفلنا القوس وضغطنا انتر نلاحظ ان هو لما جه يطبق المعادلة عندنا اداني هنا هاش فاليو. معناها ايه؟ معناها ان هو لما جه يضرب لقى فيه ايرور. لو ضغطنا عليها هنلاقي ان هو ضرب الربع يوم، ضربوا فيه هنا الخلية دي. نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا ما ثبتش الخلية بتاعة الاورلي ريت او الساعة بتاعته بكام. فنرجع للمعادلة الأصلية بتاعتنا ونروح عند الاي 2 وهعمل فانكشن F4، أو لو كمبيوتر هضغط على طول على F4. برضو عندنا هنا I2 برضو نفس الكلام، هثبت الخلية دي، وبرضو هنا هثبت الخلية I2 واضغط انتر. هنلاقي إن الخصم اتنفذ. طب خلونا نرجع للشيت الأصلي وهنروح مثلا عند أول يوم في التايم إن، بدل ما ونص هو مطبق عليها خصم الإيه؟ الربع يوم. طيب خليناها 31 وضغطنا انتر ونرجع للشيت بتاعنا هنلاقيه طبق خصم النص يوم. خلونا برضو نعمل في مرة كده تكون هي إسراء جاية مثلا، وليكن هنا هي جاية الساعة 9:05.
ورجعنا للشيت المفروض اللي احنا نلاقي ان هو مطبق عليها خصم اليوم كامل اللي هو ال 1600. فعلا لقيناه مطبق عليها الخصم. بنفس فكرة المورنينج ديلي هطبقه على الايرلي ليف. هشوف قاعدة الخروج عندنا كانت كام وهنعمل عليها بنفس السيكونس. بعد ما عملنا المعادلة هنضغط انتر، هنلاقيه طبق لي الخصم. يعني هو دلوقتي هنا كانت هي 4.43 فهيتطبق عليها خصم النص يوم. بعد ما حسبنا الخصومات هنحسب دلوقتي الأوفر تايم. يعني لو حد قعد لبعد 5 هحسب له إزاي؟ طيب أنا لازم يعدي عليا ساعة علشان أحسب له الأوفر تايم في الشركة عندي. يعني لو قعد لحد 6 فهحسب له الساعة دي، والساعة دي بتبقى عبارة عن ساعة ونص. يعني بشوف الساعة بتاعته كام واضربها في مرة ونص. ولكن من 5 لحد 6 أنا شركتي ما بتطبقش أوفر تايم. نعملها إزاي؟ عن طريق معادلة إف. هنديله دلوقتي اللوجيكال تيست بتاعنا إن هو في حالة إن لقى التايم أوت أكبر من الستة. فهنعملها إزاي؟ هنختار التايم أوت، هنعمل أكبر من أو يساوي. عايزين دلوقتي ندخل وقت فهنختار دالة تايم زي ما اتفقنا، ما ينفعش أدخل الإكسل تايم كده هيفهمه لوحده. فالساعة 6 اللي هي 18 كوما 0 كوما 0، وقفلنا القوس ونعمل كوما عشان نديله أول حاجة في حالة إن هو لقى فعلا الوقت أكبر من الساعة 6. هيعمل إيه؟ هنفتح قوس وهنقول التايم اوت الوقت اللي هو خارج فيه ده ناقص التايم بتاعنا الطبيعي اللي الموظفين بيطلعوا فيه اللي هو الساعة 5 اللي هي 17.0.0، واقفل القوس. هنضربهم في الساعة بتاعته بكام واضربها في 1.5، وخلي بالي إن أنا طالما مدخله تايم فلازم أضرب فيه 24. تمام، يبقى أنا كده اديت له هو هيعمل إيه في حالة إن هو لقى كده. بعد كده كوما في حالة إن هو ما لقاش الشرط اللي أنا كنت مدخله له هيعمل لي 0، هيكتب لي في السيل بتاعتنا 0. بعد ما قفلنا القوس أخلي بالي إن أنا عاوز الخلية دي تكون ثابتة، فهنحددها ومن الكيبورد فانكشن F4 وأضغط انتر. هنلاقيه حسب معايا القيم بتاعة الأوفر تايم، ولكن مديني هنا في مشكلة، واتفقنا قبل كده إن المشكلة دي بحلها عن طريق دالة F error. في الحالة دي هو لقى هنا إن في أوفر تايم، هو فعلا كان 6:15. خلونا نجربها كده مانيوال ونشوف هتبقى إيه. 6:15 يعني هو قاعد ساعة و15 دقيقة. لو فتحنا القوس كتبنا 1 زائد الواحد دي بتعبر عن الساعة زائد ال15 دقيقة. هي ال15 دي عبارة عن إيه؟ 15 على 60. وقفلنا القوس وهنضربها في ال200 اللي هو سعر الساعة، وهضربها في ساعة ونص. هنلاقيها طلعت معايا 375. بعد ما حسبنا خلاص الأوفر تايم وعدد الساعات الكلية اللي اشتغلها العامل في اليوم وعملنا كمان الخصومات، هنحسب بقى هو ليه كل يوم إجمالي قد إيه علشان أقدر كمان أجيب أنا في الشهر ده أدفع له قد إيه. فهنيجي هنا في التوتال باي وهنعمل يساوي. هضرب التوتال اورز اللي احنا طلعناها في 24 زي ما اتفقنا لأن هي داخلة ساعات ودقايق، وهضربها في الساعة بتاعته بكام. طبعا هنيجي نثبت الخلية بتاعت الساعة دي عن طريق فانكشن F4 وهنجمع عليها الأوفر تايم وهطرح الديدكشن سواء إن هو لو مشي بدري أو لو جه متأخر، واضغط انتر. هنلاقيها اتحسبت معايا وببساطة شديدة أول ما لقينا الايرور ده عرفنا مع بعض على طول هدخل معادلة if error. كده حسبنا له لحد دلوقتي اليوميات بتاعته والإضافي والإيرلي ليف أو المورنينج ديلي، وحسبنا التوتال طلع لحد دلوقتي هو المفروض ياخد 11541.
بعد ما عملت أول تابة بالنسبة لي اللي هي خاصة بإسراء، أقدر ببساطة شديدة آخد كنترول سي وكنترول في أعمل نفس الحركة دي في باقي التابات كلها، وبكده أكون أسست شيت بالنسبة لي هو بيقرأ أوتوماتيك. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي.